بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أهلا وسهلا مرحبا بكم هنا وافتتاح ثاني أيام الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق. ثاني أيام هذه الجولة، جولة المنافسات والصدامات الكبيرة، جولة القمم والمنافسات القوية، وفي لقاء يجمع بين نوروز والطلبة هنا في ثاني أيام هذه الجولة. سادتي الكرام، نادي الطلبة ينزل ضيفا ثقيلا على نوروز. الطلبة صاحب المركز السابع ب21 نقطة أمام نوروز صاحب المركز السادس عشر ب10 نقاط، والذي يحقق انتصارين على التوالي، حيث كان يتواجد في المركز التاسع عشر، يعيش أفضل أيامه وفي أفضل مراحل بجولتين حقق منهما الانتصار على النفط وبعدها الانتصار على حساب الغراف بهدف كلاوديو مارادونا القاتل في الدقيقة الأخيرة. إذا فريق نادي الطلبة بقيادة المدرب الإيراني علي رضا منصوريان 5 مباريات، المدرب الإيراني 3 انتصارات وتعادل 1. يدخل اليوم بحراسة المرمى فهد طالب إلى جانب حسين عمار، ماسيس جاك، مصطفى محمد، حسين عامر، كرار محمد، وزيد إسماعيل، محمد مزهر، منتظر عادل، وأريكوادوري داريو فابيان إلى جانب سيف رشيد. في تشكيلة وصفوف نادي نوروز بقيادة ولي كريم، بحراسة المرمى هاني شاكر، من هناك الوضع أمامنا بالصورة حسن عاشور إلى جانب جيبرسون باهية ومحمد دلاور والصربي أوجين بارسيك ومحمد رضا، جوشو أكابوتجي، مرتضى هديب، نيتو أكارا ومروان حسين، وأخيرا كلاوديو مارادونا. أفضل لاعب في الجولة الماضية فريق نادي نوروز يهيمن على جائزة الأفضل في الجولة الماضية وفي الجولة قبل الماضية. نعم، في الجولة العاشرة ذهبت من نصيب محمد دلاور، وفي الجولة الماضية الجولة 11 ذهبت من نصيب كلاوديو مارادونا. تمريرة للأمام خطيرة، نعم، في أول الهجمات للأنيق يحاول، وفي كرة الماضية وربي سلام، عودة إلى خارج أرضية الملعب من جديد. هذا هو علي رضا، 5 المباريات للمدرب الإيراني الذي يقدم أداء رائع وانسجام كبير في تشكيلة نادي الطلبة. نادي الطلبة اليوم يدخل برقم مميز، وهو أكثر فريق رفقة الشرطة يسجل أغلب لاعبوه الأساسيين، نعم، في تشكيلة الفريق. 10 لاعبين سجلوا في صفوف نادي الطلبة، وهذا دليل على العمل الكبير والانسجام والعمل الجماعي الذي يقدمه عناصر فريق نادي الطلبة. هذا هو علي رضا، وهذه الكرة على اليسار، محمد مزهر يحاول ولكن تدخل، والعودة لمصلحة نادي نوروز. تمريرة على اليسار، نقلت عملية الانطلاق والتقدم إلى الأمام، وصلت على اليسار ولكن تدخل ولا خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رميات جانبي، لقى على الجهة اليسار وتدخل من جانب اللاعب في الكرة الماضية اللاعب حسين عامر، يتدخل وإلى خارج أرضية الملعب. هذا هو اللاعب باهية جيبرسون، عرضية من هناك تبعد وتدخل يأتي من جانب الدفاع، عودة إلى الأمام تنقل على الجهة اليمنى، محاولة الاستعادة والتدخل وإلى خارج أرضية الملعب. أيضا جيبرسون باهية، رمية جانبية، تدخل من سيف رشيد والعودة على الجهة اليسار، تمريرة وعودة أمامية، الكرة والإبعاد مجددا، المحاولة من جانب عناصر فريق نادي الطلبة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت الكرة وإلى رمية جانبية. حضور جماهيري لفريق نادي نوروز ودعم مستمر من جانب الجماهير بعد العزوف الذي شاهدناه في الجولات الماضية، حيث ابتعد الفريق عن تحقيق الانتصارات ب8 جولات منذ الجولة الأولى، تعادلات وهزائم حتى حقق الانتصار الثمين على حساب نادي النفط في الجولة العاشرة. حقق الانتصار بهدف اللاعب محمد دلاور واللاعب كلاوديو مارادونا الذي يسجل في جولتين على التوالي
بعد صيام منذ الوصول إلى محافظة السليمانية ومنذ ارتدائه لقميص فريق نادي نوروز غاب عن التسجيل. عودة على جهة اليسار، المحاولة ولكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. المساندة الجماهيرية من هناك كما نستمع وإياكم سادتي الكرام والمتابعين في كل مكان. رمية جانبية في وسط الملعب، جوشو اوكابوتشي في ثاني مبارياته رفقة نادي نوروز، اللاعب النيجيري قدم أداء رائعا في المباراة الماضية أمام نادي الغراف. تمرير على جهة اليمين في وسط الملعب، عودة لنادي الطلبة عن طريق اللاعب حسين عمار، وفي وسط الملعب لكرار محمد، والعودة إلى الخلف لفائدة اللاعب حسين عامر. حسين عامر تمرير من جديد لكرار محمد، ونقلها في وسط الملعب. نادي الطلبة القادم من انتصار بثنائية نظيفة على حساب نادي الكهرباء في يوم السبت الماضي، وفي ملعب المدينة الدو، ثنائية عن طريق حبيب الوساتي ومنتظر عادل. حبيب الوساتي اليوم يغيب، طبعا فريق نادي الطلبة 4 غيابات في صفوف الأنيق، علي كاظم، غيث معروفي، وعلي حيدر، وحبيب الوساتي. 3 غيابات بسبب الإصابة، علي كاظم وغيث وعلي حيدر. عودة على اليسار، عملية الإبعاد والتدخل من جديد وصلت على جهة اليسار. عودة للخلف عن طريق مايسيس أرتين، تمريرة إلى الأمام. 10 مباريات، هذه المباراة رقم 11 لمايسيس في قميص نادي الطلبة هذا الموسم. عودة على اليمين، محاولة العرضية، متابعة، تقطع الكرة ومتابعة مستمرة من جانب كرار المختار، والتمرير لمحمد مزهر الذي يحاول بدورة يتحصل من هناك. المطالبة بضربة ركنية. طاقم تحكيم هذا المساء بقيادة محمد صلاح، يساعد كرار عباس وأكرم عدنان، وحكما رابعا أحمد محمد عسكر، وحكما للفار واثق محمد. هذه الكرة الماضية والمطالبة بركلة جزاء، وتدخل من جانب اللاعب حسن عاشور. هذا هو كرار محمد، طالب بركلة جزاء. 10 مباراة في قميص هذا الموسم طبعا مع فريق نادي الطلبة. تمريرة على اليسار، محاولة تصويبة من جانب اللاعب حسن عاشور، ولكن تبتعد بعد ذلك لتمر إلى خارج أرضية الملعب. إذن هو اللقاء التاسع تاريخيا بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري. يعلو كعب فريق نادي الطلبة ب5 انتصارات سجل من خلالها 10 أهداف، بينما نادي نوروز حقق الانتصار بمواجهتين وسجل 6 أهداف، والتعادل حدث في موقعة واحدة. عودة على اليمين، متابعة من جانب جاك، ولكن محاولات ما زالت مستمرة حتى الآن لفريق نادي نوروز. تصويب والإبعاد عن طريق مروان، ما زالت المحاولة المستمرة. يسقط مروان حسين الخبير وعنصر الخبرة المؤثر في صفوف نادي نوروز. أو من هناك عودة في وسط الملعب، نقلات منتظر ديب على اليمين، محاولة تمرير من جانب محمد دلاون لكلاوديو مارادونا، المرور والعرقلة والسقوط والمخالفة لمصلحة الأحمر، لمصلحة نوروز. مخالفة من هناك من جانب جاك، يأتي التدخل والبطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء. البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء، هي البطاقة رقم 31 هذا الموسم التي تحصل عليها عناصر فريق نادي الطلبة. 30 بطاقة تحصل عليها، طبعا بطاقة صفراء تحصل عليها عناصر فريق نادي الطلبة، بطاقتين حمراء. إذن في هذه اللحظات جاك مايسيس بتدخل يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، وهي البطاقة الصفراء الثانية التي يتحصل عليها هذا اللاعب. مايسيس أرتين هدف واحد هذا الموسم. من هناك كرة ثابتة خطيرة لمصلحة نادي نوروز، والمسافة من هناك والحاط البشري المتألف من مصطفى محمد واللاعب فابيان الإكوادوري. عودة على جهة اليمين بمخالفة، يتولى التنفيذ محمد دلاو الأفضل في الجولة العاشرة. من هناك يحاول بكرة ثابتة
يفضل من هناك بالتأكيد العرضية، محاولة بالراس بعد، لا زالت قائمة والتصويب والمتابعة أيضا. جاك يبعدها وعودة في وسط الملعب، لا زالت انطلاقة لفريق نادي الطلبة والاستعادة يأتي من جانبي. نعم تأتي الاستعادة من اللاعب حسن عاشور وأيضا أوجين ميرسيك وحسن عاشور. تدخل يأتي رمية جانبية لمصلحة مصطفى محمد على اليسار، لا زالت قائمة الكرة والعرضية. التدخل يأتي على جهة اليمين، طالت الكرة وعادت ووصلت لمحمد مزهر. محمد مزهر يحاول يمرر، عودة في وسط الملعب لمصلحة اللاعب كرار محمد. حسين عامر تقدم إلى الأمام لحسين عامر من جديد، العودة لمصلحة نادي الطلبة. أرقام وإحصائيات طبعا حدثت في المواجهات الثمان التي جمعت الفريقين، فيها من تفوق نادي نوروز بعيدا عن عدد الانتصارات التي طبعا الذي حقق في المواجهات المباشرة، لأن هناك أرقام يتميز بها أيضا فريق نادي نوروز. عودة رمية جانبية تلعب إلى الأمام على جهة اليسار، متابعة جيفرسون ضاهية على اليسار، وصلت بمحاولة لا زالت قائمة حتى الآن تمرير، ولكنها طالت وتحولت ومرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. هذا هو منتظر عادل نعم، يتوهج يتألق هدفين في هذا الموسم ب6 مباريات فقط لعبها بقميص نادي الطلبة بقميص الأنيق. هذا الموسم سجل من خلالها هدفين، تمكن من الوصول إلى مرمى المنافس بمناسبتين، في المباراة الماضية في الجولة 11 في مرمى الكهرباء فريق السابق، وفي مرمى أمانة بغداد في الجولة 7. عودة على اليسار للطلبة، محاولة لا زالت قائمة المحاولة والمراوغة، ولكن تدخل من جانب أكابوتجي النيجيري، يتدخل كما ذكرنا بثاني مبارياته، يتألق ويواصل التألق ومن نهاية يتحصل على الكرة. أكابوتجي قادم من نادي كي تي بي الفنلندي، كانت له أيضا تجربة في الملاعب الطاجيكية من بوابة استقلال دوشنبا امبراطور الكرة الطاجيكية. عودة على اليسار، تقدم على الجهة اليسرى لحسن عاشور، حسن والتمرير لمحمد رضا والعودة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة عناصر نادي نوروز. التمرير، التقدم، التصويب إلى خارج أرضية الملعب من جانب كلاوديو مارادونا، صوبها أرسلها إلى خارج أرضية الملعب. هذه المباراة رقم 12 لكلاوديو مارادونا، صنع 3 أهداف، سجل هدفين. الإضافة القوية لصفوف نادي نوروز، نتحدث عن اللاعب البرازيلي كلاوديو مارادونا القادم من نادي دبل حصن الإماراتي. في وسط الملعب من جديد عودة من جانب اللاعب زيد إسماعيل، طاقة حمراء تحصل عليها، غاب من خلالها عن المباراة الماضية أمام نادي الكهرباء رفقة كرار سعد سبب أيضا تراكم البطاقات. مرتضى هديب، خطأ لمصلحة نادي الطلبة. المنافسات المستمرة لحساب الجولة 12، 3 مباريات بنفس هذا التوقيت. هذه مباراتين هناك في ملعب نادي الغراف، في ملعب الناصرية، التعادل السلبي الذي يغيم على أحداث مباراة الغراف والنفط. وأيضا زاخو يتقدم بهدف أول في استاد الزوراء على حساب نادي الكهرباء، وهو تبقت مواجهتين يختتم من خلالهما الأسبوع 12 من بطولة دور النجوم. الميناء يستضيف الكرك في تمام الساعة 5:30، والنجف أيضا بنفس التوقيت يستضيف نادي نفط ميسان. رابع المباريات للحكم محمد صلاح هذا الموسم، 9 بطاقات صفراء، وأشهر العاشرة اليوم وجه اللاعب مايسيس أرتين، وجه لوجود ركلتي جزاء. محمد صلاح قاضي المواجهة من هناك
واستئناف اللعب مشاهدينا الكرام في ربع ساعة تمر في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء. في ربع ساعة مرت وانتهت وانقضت على ربع ساعة. نعم حتى الآن شاهدنا بها التحفظ، شاهدنا بها الحذر، شاهدنا بها عدم المجازفة من جانب الفريقين. عودة إلى الأمام لمصلحة نادي الطلبة، 4 مباريات على التوالي لم يستقبل الأهداف فريق نادي الطلبة وبقيادة علي رضا منصوريان. عودة على اليسار، العرضية، المحاولة الرأسية لا زالت قائمة حتى الآن، والتدخل والإبعاد على مرتين من دفاعات نادي نوروز وإلى خارج أرضية الملعب. تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الطلبة، لمصلحة نادي الطلبة. تعود من جديد، عودة على الجهة اليمنى لمصلحة اللاعب كرار محمد. كرار يصارع، ينافس، يحاول، والعودة من جديد. أول مباريات اللاعب نيتو أكارا اللاعب البرازيلي حضر مرة واحدة في قائمة الفريق ولكن لم يشارك. هذه أول مباراة له كأساسي، أول الدقائق يلعبها في صفوف نادي نوروز. عودة إلى الأمام لاعب نيتو أكارا. من هناك أيضا يعتبر من الإضافات الجديدة التي أضافها والصفقات التي أجراها وعقدها فريق نادي نوروز هذا الموسم أو في الانتقالات. ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة للاعب فريق نادي الطلبة كرار محمد. تعرض لإصابة قوية وشديدة في هذه اللحظات. من هناك المدرب أو ليس كرار وإنما اللاعب حسين عمار، لكن المدرب علي رضا منصوريان في هذه اللحظات ينظر يتابع. تحدث في المؤتمر الصحفي وقال: نعرف نوروز جيدا وشاهدنا مباراتهم أمام الغراف وندرك أنهم فريق منظم وجيد وسنحاول الضغط منذ البداية ونتمنى أن يكون يوم المباراة يوم تحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا. هناك بطاقة حمراء، الفار يراجع ويتابع ولكن يكتفي محمد صلاح بإشهار البطاقة الصفراء بوجه اللاعب حسن عاشور. البطاقة رقم 11 هذا الموسم يشهرها سيد محمد صلاح في 9 مباريات هذا الرجل هذا الموسم. إذن تأتي المتابعة والاستئناف في هذه اللحظات. مواجهتين جمعت الفريقين في الموسم الماضي في شهر أكتوبر من عام 2024 وفي الجولة الخامسة في ملعب نوروز حقق نادي نوروز الانتصار بهدف واحد عن طريق مروان حسين. هو أول لقاء يجمع الفريقين في ملعب نوروز. كان طبعا يلتقي الفريقان بالماضي في ملعب السليمانية. عودة من هناك في مباراة الإياب الانتصار، وآخر مواجهة طبعا جمعت الفريقين الانتصار للطلبة بثلاثية مقابل هدف وحيد. تدخل من هناك وعرقلة. نعم سجل لنوروز وسجل للطلبة حسين لاوندي وسايمون ماسوفا وحسين لاوندي أيضا من جديد واسرستم قلص وسجل الهدف الوحيد لنادي نوروز. مصطفى محمد يتحصل على البطاقة الصفراء. مصطفى محمد معا يتحصل على البطاقة الصفراء، ثالث البطاقات الصفراء في هذه المباراة. بالتأكيد مباراة قوية لن تغيب عنها البطاقات الملونة لأهميتها. طبعا كرة ثابتة، محمد رضا ترسل عالية، محاولة تبعد بالراس، لا زالت قائمة حتى الآن، لا زالت الآن في وسط الملعب. محمد دلاور يفتقدها القائد ولكن يستعيدها ويواصل شن الهجمات والمحاولات والمراوغة والتحضير والمحاولة. محمد رضا التسديدة ولكن الدفاع لا زالت تصويبة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة اللاعب نيتو أكارا البرازيلي يصوب، البرازيلي يحاول في الكرة الماضية تصويبة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت
إلى ضربة مرمى. قادم من الدوري البوليفي من نادي غوابيرا البوليفي ضمن الانتدابات لصفوف النادي. لاعب عباس طارش قادم من نادي البحري. لاعب حسين عنبر، علي حسين عنبر من نادي كربلاء، واللاعب ايضا الذي كان معارا لنادي الرمادي الحارس جومان احمد، وايضا اللاعب او المحترف اللبناني محمد الحايك، بالاضافه الى اللاعب امير نديم. لابرز الانتقالات والاضافات الجديده لصفوف نادي نوروز. عوده في وسط الملعب مروان حسين، هدف في مرمى الطلبه عندما في الموسم الماضي في اللقاء الذي جمع الفريقين من اصل لقاءين مواجهتين. عوده لفابيان عن طريق محمد مزهر، مزهر على اليسار، مزهر يحاول يراوغ ينطلق ويمرر على الجهه اليسرى، يحاول العرضيه عن طريق منتظر عادل، منتظر والتمرير لا زالت قائمه حتى الان، والتدخل رائع، التدخل والانقاذ من جانب حسن عاشور. عوده من جديد لكرار محمد، كرار والتمرير على الجهه اليمنى لمحمد مزهر، محمد مزهر يحاول عوده لكرار، كرار في كره لا زالت قائمه حتى الان في وسط الملعب عن طريق اللاعب ماسيس ارتين. تمرير تقطع الكره من جانب نيتو اكارا، والعوده الى الامام لكلاوديو مارادونا والانطلاق، او مروان حسين هو من انطلق، هو من اخترق، هو من حاول، هو من تعثر، هو من افتقد الكره، وعوده لمصلحه نادي الطلبه. اذا هناك رغبه وهناك بوادر لإضافة الهدف الأول، ولكن لا نعرف لمن. تارة يهاجم الأنيق وتارة أخرى الأحمر نوروز من هناك أيضا يهاجم ويحذر ويخطر ويريد الوصول إلى مرمى فهد طالب. 4 مباريات على التوالي بالشباك النظيفة. نادي الطلبة آخر هدف استقبل في شباك نادي الطلبة كان في الجولة السابعة أمام أمانة بغداد، والخسارة 2-1 أمام السود العاصم. عودة على اليسار، عملية التمرير محمد دلاور من جديد، والعودة في وسط الملعب مرتضى لمحمد رضا والتمرير لجيفرسون باهية، ولكن من هناك متابعة حاضرة من جانب الطلبة. تمرير لمحمد مزهر طاولة الكرة، ولكن أو زيد هو من استعادها، هو من حافظ عليها. عودة للأمام، فابيان يبحث يمرر الاستلام لمصلحة الأنيق، يحاولون يصوبون، لا زالت قائمة حتى الآن التسديدة، ولكنها مرت تحولت وغادرت إلى ضربة مرمى للحارس هاني شاكر. تصويبة اللاعب زيد إسماعيل مرت لخارج أرضية الملعب. مباراة 11 للاعب زيد إسماعيل، غاب فقط في الجولة الماضية، سجل هدف زيد إسماعيل في هذا الموسم. لاعب المنتخب الوطني والذي يتوهج بأداء مميز يقدم في هذه الفترة التي تعتبر فترة رائعة ومميزة لهذا اللاعب. عودة من هناك وإلى خارج أرضية الملعب، غادرت ومرت الكرة إلى رمية جانبية. طلبة خارج ملعبه هذا الموسم 5 مباريات، تعادل 1 و4 هزائم. أرقام غير جيدة لنادي الطلبة خارج ملعبه، لا تبشر ولا تسعد الأنيق. عودة من جديد نادي نوروز على ملعب 6 مباريات، انتصارين و4 هزائم، سجل 6 أهداف واستقبل 8. أيضا أرقام قد لا تسر المؤازر والمشجع لفريق نادي نوروز. عودة في وسط الميدان، تمريرة إلى الأمام، انطلاقة سريعة على الجهة اليمنى، انطلاقة ومحاولة للاستعادة من جانب محمد مزهر، تدخل وإلى خارج أرضية الميدان، تحولت جانبية عن طريق جيفرسون باهية، أبعدها حولها رمية جانبية في هذه اللحظات لمصلحة
اللاعب مؤسس ارتين. محمد معا من هناك تقل اللاعبين مشاركة 4 مباريات، هذه المباراة الخامسة. ايضا غيث معروفي المغادر او المصاب والغائب 3 مباريات. رمية جانبية طبعا من جانب الدفاع، عودة والى خارج ارضية الملعب، تحولت بعد ذلك الى ضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي الطلبة بتدخل وابعاد من جانب جيفرسون باهية. جيفرسون يبعدها، جيفرسون من هناك ومن هناك الصافرات والجماهير والحضور الكبير في مدرجات ملعب نادي نوروز. ضربة ركنية تلعب على شكل التمرير والمحاولة والمرور والإبعاد، لا زالت في وسط الملعب. نعم يفتقدها نادي الطلبة، والتمرير من جانب اللاعب والاستعادة السريعة، الاستعادة السريعة من جانب مصطفى محمد. ثالث بطاقة هذا الموسم يتحصل عليها اللاعب مصطفى محمد، 3 بطاقات صفراء. مؤسس ارتين تمرير في وسط الملعب، مصطفى محمد من جديد لمصلحة نادي الطلبة. عودة إلى الأمام في وسط الملعب، محاولة عن طريق زيد إسماعيل، والعودة بعد ذلك لمصلحة اللاعب حسين عامر. حسين عامر مؤسس ارتين في وسط الملعب يتقدم، يحاول ارتين من هناك، قادم من نادي دهوك والذي توج مع نادي دهوك ايضا في بطولة الكأس وايضا في بطولة دوري ابطال الخليج. عودة في وسط الملعب، استعادة عن طريق كلاوديو مارادونا، ناجح التمريرة في الكرة الماضية، والعودة لا زالت بحوزة عناصر نادي نوروز. عودة الى الخلف، نقلات مستمرة والبحث والتفتيش عن الهدف الاول، يبحثون يمررون يفتشون عن الهدف الاول. تمريرة طالت ووصلت عند فهد طالب، عند فهد طالب وصلت الكرة الماضية عند القائد، عند القائد في هذه اللحظات. غاب فقط عن مباراة واحدة الحارس فهد طالب في وسط الملعب عن طريق اللاعب حسين عمار في وسط الملعب لجاك مؤسس ارتين، وعلى اليسار لزيد اسماعيل او مصطفى محمد. مصطفى محمد هو من يبحث، هو من يتقدم في وسط الميدان. عملية الاستلام لكرار المختار، كرار والتمرير والعودة لمصلحة مؤسس ارتين. تمريرة في اقصى اليسار، متابعة وتدخل بالراس بابعاد مميز من جانب دفاعات نادي نوروز. بعد ذلك تمر الكرة وتتحول الى رمية جانبية. زيد اسماعيل من هناك والمتابعة والاعتراض على قرار حكم المواجهة فيما يخص الكرة الماضية. محمد دلاور، زيد اسماعيل سبق له تمثيل نادي نوروز في موسم 2022 و 22-23، وثاني مواسم نادي نوروز في دور النجوم، ثاني مواسم نوروز في دور النجوم. احتل في نهاية الموسم المركز العاشر. عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، عملية التمرير في وسط الملعب لمصلحة نادي الطلبة، نقلة على الجهة اليمنى، التقدم إلى الأمام، البحث المتواصل، استلام لمحمد مزهر. مزهر يحاول، مزهر والتمرير، مزهر والمحاولة والتقدم والمرور، حسين عمار، ولكن حسن عاشور والضغط، حسن عاشور والإبعاد، حسن عاشور وإلى رمية جانبية. الإبعاد بشكل مؤقت للكرة الخطيرة والهجوم الأزرق لنادي الطلبة، والبحث المتواصل عن الهدف الأول في هذا اللقاء. تلعب الكرة، تدخل من جانب جيفرسون باهية، يبعدها وإلى خارج أرضية الملعب، أبعدت من جانب اللاعب جيفرسون. هذا هو جيفرسون باهية مثل نادي القرمة في ثاني، أو هي ثاني هذه ثاني محطة لهذا اللاعب هنا في العراق بعد تمثيله لنادي القرم. أيضا فولاد خوزستان الإيراني ونادي رفسنجان.
عودة محاولة على الجهة اليمين، المراوغة ولكن لا مرور ولا عبور في صراع أمريكا الجنوبية بين البرازيلي والإكوادوري، ولكن يتفوق جيفرسون باهية. وفي النهاية ضربة مرمى لهاني شاكر، ضربة مرمى لهاني شاكر. وهذه جماهير نوروز، المدرجات التي تكتسي باللون الأحمر، والمؤازرة المستمرة للفريق والتشجيع المستمر والتفتيش عن تحقيق الانتصار في هذه الجولة. يفتشون عن الانتصار الرابع هذا الموسم. 10 نقاط لنوروز، 3 انتصارات، تعادل 1، 7 هزائم، سجل 11 هدف واستقبل 18. ثالث أكثر الفرق تعرضا للهزيمة. رمية جانبية في وسط الملعب تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الطلبة بسابع بالمركز السابع، 21 نقطة، 6 انتصارات، تعادلين، 3 هزائم، سجل 13 واستقبل 6. رمية جانبية تلعب إلى الأمام بالراس من جانب زيد إسماعيل، وبعدت من جانب زيد. طرد زيد هناك كانت من النجف، من نادي النفط، أيضا مثل نادي نوروز كما ذكرنا في موسم 22-23. سعادة من جانب كرار، تمرير إلى الأمام بالراس، لا زالت قائمة حتى الآن بحوزة عناصر نادي الطلبة. يقاتل، يحاول، سيف رشيد يفتقدها، وعودة إلى الأمام من جانب اللاعب من هناك الصربي أوجين مارسيك. أوجين مارسيك يبعد الكرة الماضية. أكثر لاعبين فريق نادي نوروز تحصلا على البطاقة الصفراء، 5 بطاقات في المباراة رقم 11 للمدافع الصربي، لاعب صلب، إضافة قوية لصفوف نادي نوروز. قادم من نادي نوفي بازار الصربي. عودة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، تدخل من جانب أكادوتش من هناك أبعده وإلى الأمام، التقدم على الجهة اليمين، محاولة المراوغة والعبور، ولكن استعادة، عودة إلى الأمام من جانب كرار على اليسار لزيد إسماعيل، يتقدم زيد، وصلت على الجهة اليسار لمصلحة نادي الطلبة، الأكثر تمرير وحيازة، الأكثر رغبة، والأكثر محاولة ووصول إلى منطقة دفاعات المنافس. عودة على جهة اليمين، فابيان، تمرير، سلام عن طريق محمد مزهر، يحاول المرور، استعادة وقطع من جانب حسن عاشور، والتمرير لمحمد رضا. محمد رضا تمريرة بطيئة، ومن هناك الصراع المستمر، موسيس أرتين، والاستعادة من مصطفى محمد وإلى فهد طالب. بعد ذلك وصلت لدفاعات نادي الطلبة إلى الأمام في وسط الملعب. محمد مزهر، تمرير على الجهة اليسار، أو زيد إسماعيل ومصطفى محمد، بنقلات بين مصطفى وزيد، مصطفى وزيد، والتمرير لكرار، والتمرير على الجهة اليمنى لمصلحة نادي الطلبة. سين عامر ويفتقدها كرار محمد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبي. سقوط في الكرة الماضية، البحث عن الهدف الأول، البحث عن إدراك الهدف الأول. نادي الطلبة أحرز 4 أهداف و5 أهداف بعد الدقيقة 60 من أصل 13 هدف. يعني أغلب الأهداف سجلها بعد الدقيقة 60 من عمر اللقاء. 4 أهداف أحرز الطلبة في أول نصف ساعة. عودة إلى الأمام، يغيب الآن الأنيق عن إضافة الهدف الأول. نتحدث طبعا عن هذه الأرقام لنادي الطلبة باعتبار أنه يستحوذ، أنه يحاول، أنه يصل. ومن هناك نادي نوروز سجل 6 أهداف
بعد الدقيقة 60 من أصل 11 هدف. يعني أغلب الأهداف التي سجلها نادي نوروز كانت بعد الدقيقة 60 في آخر نصف ساعة من نهاية اللقاء. كرة في وسط الملعب، كلاوديو مارادونا، تمرير على الجهة اليمين، كرة أمامية وصلت. 3 أهداف في أول نصف ساعة سجل نادي نوروز، هو العدد الأقل الذي سجله فريق نادي نوروز من الأهداف في هذا التوقيت. في وسط الملعب عودة من مارسيك، تمريرة على الجهة اليمنى، عملية الاستلام والتقدم، دلاور والتمريرة، تدخل من جانب ماسيس أرتين، عودة إلى الأمام عن طريق فابيان الإكوادوري والاستعادة عن طريق سيف رشيد. وصلت لسيف، يحاول سيف، يمرر في وسط الميدان، العودة إلى الأمام لفابيان. يبحث فابيان، يمرر فابيان، نقلة لفابيان، يستلم، يستحوذ، يحاول عودة للزيد إسماعيل، والعودة للخلف باتجاه اللاعب سين والتمرير، سين عمار وحسين عامر، والنقلات في وسط الملعب لموسيس أرتين. بعد ذلك التمرير على الجهة اليمنى، حسين عمار، تمرير واستلام، محمد مزهر من جديد، لاعب حسين عمار، نقلات وتفتيش مستمر من عناصر نادي الطلبة عن الهدف الأول في هذه اللحظات. سيف رشيد يحاول طالة الكرة وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي نوروز. سيف رشيد سجل هدفين، 11 مباراة، هذه المباراة رقم 11 لسيف رشيد، بينما جماهير نادي نوروز حتى الآن متحمسة مترقبة ومتفائلة بإضافة الهدف الأول والانتصار الرابع للفريق. كرة أمامية وصلت وسط الملعب، كرة بالراس، عملية الاستلام، محمد رضا يحاول، تقطع الكرة من جانب الطلبة عن طريق كرار، يحاول ويمرر على الجهة اليمنى، ولكن استعادة من جانب مارسيك وإلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية بشطارة وبذكاء، سيف رشيد يتحصل على ضربة ركنية بعد إن كانت الكرة مجهولة، بعد إن ذهبت الكرة لنادي نوروز وللاعب أوجين مارسيك. سلام للصربي أوجين مارسيك، مثلا أندية نابر إيداك الصربي، في بلاده أيضا نادي تشيلا ريفو. سجل هدف في مرماه، والوحيد ليسجل فريق نادي نوروز بالنيران الصديقة. هاني شاكر والترقب، مثل أندية النفط والنجف. هاني شاكر هناك في المباراة العاشرة لهذا الحارس، خطيرة الكرة لا زالت قائمة حتى الآن. التدخل والإبعاد المزدوج من دفاعات نادي نوروز من حسن عاشور والضاهية جيفرسون، ضاهية رمية جانبية، هذا هو جيفرسون، هذا هو المبعد للكرة الماضية، رمية جانبية لنادي الطلبة. مارسيس يبحث، يفتش، ينظر ويتابع في هذه اللحظات. مارسيس أرتين، رمية جانبية تلعب بشكل طولي وعالي ولا زالت قائمة، والتصويبة من مصطفى محمد تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مسيرة مميزة أيضا في عالم الاحتراف لمارسيس أرتين في الملاعب الهولندية من بوابة نادي سباكنبورغ. أيضا مثل نادي مونتفورت، وفي الدوري الأرميني من بوابة نادي غانجازار كابان. أيضا نادي ايندهوفن هو المنافس لبي سي عن بي اس بي ايندهوفن كبير الهولندي، انه مثل نادي اف سي ايندهوفن الثاني، والمنافس لبي اس بي ايندهوفن عملاق الكرة الهولندية. تمريرة الى الامام، محاولة للمرور ولكن صافرة في وسط الملعب، ومخالفة لمصلحة نادي الطلبة. ضغط متواصل
دفاعات نادي نوروز. من هناك لا زالت مرابطة، لا زالت صامدة، لا زالت مبعدة للهجمات وتحد من الخطورة التي يقوم ببنائها وشنها نادي الطلبة. عودة في وسط الملعب، موسيس أرتين، تمرير مصطفى محمد والعودة لموسيس أرتين في وسط الميدان. موسيس أرتين يبحث، يفتش، يلعب في وسط الميدان، يلعبها على الجهة اليمنى، تقدم إلى الأمام، نقلة أمامية، عملية الاستلام، نقلة في وسط الملعب، محاولة وتمرير على الجهة اليسار، مصطفى محمد معا على الجهة اليسار، التقدم، المحاولة العرضية والإبعاد، لا زالت قائمة خطيرة من جانب فابيان لنادي الطلبة، تسديدة ولكن هاني شاكر، متابعة للكرة الماضية من جانب هاني شاكر، بسيطة كانت على هاني شاكر الكرة الماضية، وتصويبة اللاعب فابيان، داريو فابيان الإكوادوري، يحاول كرة خطيرة لنادي الطلبة. فريق نادي نوروز أول نصف ساعة شوط المباراة، أول نصف ساعة شوط المباراة الأول، نعم، استقبل 3 أهداف، استقبل 5 أهداف في آخر ربع ساعة من شوط المباراة الأول، وأكثر وقت يستقبل فيه فريق نادي نوروز الأهداف. كرة في وسط الملعب، عودة من جانب نيتو أكوا، البرازيلي يغير باتجاه اللاعب على الجهة اليمنى ناحية اللاعب محمد دلاور المتوهج والمتألق. كرة في وسط الملعب، نقلة في وسط الميدان، جيفرسون إلى الأمام، جيفرسون والتمرير، نقلة على الجهة اليمنى، كرة في وسط الملعب، زيد إسماعيل، زيد يمرر، زيد والإبعاد من جانب نادي نوروز، عودة للأمام للأحمر، يبحث يمرر ولكنها طالت ووصلت. الآن بدأ يهاجم، الآن بدأ ينطلق، يخرج من ثوب، نعم، ويخلع ثوب المتراجع المرابط المدافع المنتظر استقبال الأهداف، ويرتدي ثوب شجاعة، نعم، ثوب شجاعة والبحث عن الهدف الأول، ثوب الهجوم والتفتيش عن الهدف الأول في هذا اللقاء، والهدف رقم 12 لنادي نوروز. مويسيس أرتين يرتكب مخالفة في وسط الملعب، يتحصل على خطأ نادي نوروز، بدأ يصل الآن مثل محافظة السليمانية نادي نوروز في 5 مواسم، هذا الفريق الذي وصل موسم 2022 أول مواسم، والمركز الثامن، مركز طبعا المركز العاشر الموسم الثاني في موسم 22-23، في موسم 23-24 المركز السابع، وهو أفضل مراكز نادي نوروز ب 56 نقطة. في الموسم الماضي المركز التاسع، ثالث أفضل مراكز الفريق منذ الوصول إلى دور النجوم. محاولة خطيرة بالراس، لا زالت قائمة، الإبعاد بمقصية وروح فدائية، عودة في وسط الميدان، انطلاقة للأمام من جانب سيف رشيد، والاستعادة من محمد رضا يستعيدها، محمد رضا يستعيد الكرة الماضية، عودة إلى الأمام في أقصى اليسار، كلاوديو مارادونا رائعة، أنقذها، لا زالت بحوزة فريق نادي نوروز إلى الأمام، محاولة تصويب، الله على المرور والعبور بنقلتين، نعم، بنقلة ثنائية برازيلية بين أكوا وبين كلاوديو مارادونا. هل مرت كرة كلاوديو؟ هل تجاوزت الخط؟ هل غادرت أرضية الملعب؟ سنتابع وسننظر، سنشاهد الكرة الماضية، نعم، هذه تمريرة كلاوديو مارادونا، انطلق إلى الأمام، اللمسة الأولى حاول، اللمسة الأولى، نعم، الثانية منع من خلالها الكرة من الخروج، كرة عادت على اليسار، نعم، كانت الكرة قد غادرت لتعود ضربة مرمى لفهد طالب للطلبة، وتلعب وتصل عند دفاعات نادي نوروز. عودة إلى الأمام في وسط الميدان نادي الطلبة، عودة في وسط الميدان، مويسيس أرتين، كرة أمامية في وسط الملعب، نقلة على الجهة اليسار،
تقدم إلى الأمام، نقلة على الجهة اليسرى، تقدم للطلبة، محاولة للمرور والعبور عن طريق اللاعب محمد مزهر، يقاتل يحاول والاستعادة من جانب فريق نادي نوروز، وعملية الاستلام لمروان، مروان على الجهة اليمنى لمحمد دلاور، يبحث ويفتش، يمر باتجاه كلاوديو، مارادونا واللمسة، مارادونا والهمسة، مارادونا والنقلة الجميلة، عودة على اليسار لحسن عاشور، العرضية، المرور، الراسية غابت وعادت ووصلت لدفاعات نادي الطلبة، عودة إلى الأمام. ثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، من الوقت الفعلي من شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام والمتابعين، التعادل السلبي يغيم على أحداث هذه المباراة، يغيم على أحداث هذه الموقعة. عودة إلى الأمام عن طريق منتظر عادل، منتظر يحاول، منتظر من هناك يبحث ويفتش، عودة لحسين عمار إلى الأمام من جانب محمد مزهر، نقلة على جهة اليسار، عملية الاستعادة لمحمد مزهر، تقدم إلى الأمام، دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلا للضائع. المباراة لم تتوقف، المباراة كانت سريعة بأحداثها، بمجرياتها، برتم متسارع، برغبة كبيرة لدى الفريقين لتسجيل هدف أول في هذه المباراة. عودة على جهة اليسار، حاول الوصول، تقدم وإبعاد من جانب الدفاع لمصلحة نادي الطلب، عملية الاستلام، المحاولة من جانب حسين عمار، التصويب ووجدت الاعتراض والتصدي، عودة لا زالت، آخر المحاولات، آخر الهجمات، عودة لنادي الطلبة، تقدم إلى الأمام للجهة اليسرى، محاولة عرضية تبعد من جانب الدفاع، عودة على الجهة اليمنى والصافرة تأتي مشاهدينا الكرام من حكم المباراة محمد صلاح، تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بين نوروز والطلبة بالتعادل السلبي. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، بعد الاستراحة سنتابع ونواصل في 45 دقيقة ثانية، نتابع من سوف يظفر بنقاط المباراة. لا تذهبوا بعيدا، تحياتي مشاهدينا الكرام. وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس، مناف، لكن هنا التقدم للقاسم، الله، هنا العبور وهنا المرور، ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف، بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم المحن، رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم، محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق، دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهير بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس، هذا العقيد، مر المواس، الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس.
ماذا هناك؟ نعم بعد التدخل، هل هناك نعم تسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أن أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني هذا الثاني، الله يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي احتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان، هو الفنان هو الفنان، يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف. لأندية دورينا لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم هنا الثالث، الله يا أتيبة يسجل ثالث أهداف المباراة. نعم أمام الجريح نادي القاسم، وأتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل، هو جريح ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي يا أتيبة قاسي، ويسجل الهدف الثالث بالمباراة من الأسمراني. نعم وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال، فعلها مرة أخرى، فعلها مرة أخرى. نعم يفعلها ليونيل أتيبة ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف. ليونيل أتيبة ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم أي قلب تحمل يا ليونيل أتيبة، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل، هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي عند اللاعب دومينيك ماندي، يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي. يأتي من الخلف يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم 6 أهداف بسداسية، الشرطة يضربون
واحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل امام فريق منهار تماما، امام فريق منكسر، امام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة، والدموع نعم اغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسم، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار، ويأتي الهدف السابع. الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا، هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن هادي. 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرزود ليقود الامبراطور إلى منصة التتويج. شيرزود تيميروف، وبتمريره وبانطلاقه، ومن هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان ومررت نعم عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. نعم بركلة جزاء يتحصل عليها نادي أربيل، للثاني لشيرزود. نعم الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. والتمرير هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول 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 اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله 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 الله، كاظم رعد بعدما فعلها بأول اللقاءات وسجل هنالك أمام الطلبة، اليوم يسجل أول أهداف الزوراء بالدقيقة الخامسة، يبصم على أول أهداف النوارس، أول أهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهدنا، نطير الفوق ما ننزل ترحنا، هكذا هو الزعيم،
هكذا هو الزوراء بدأها بداية قوية. شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة الخامسة كانت كفيلة لأنه شاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم، في غاية الهدوء يدور اللاعب على سعد هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب على سعد هدف التعادل. فرحة الدكة من لاعبي نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثاني جول ثاني للزوراء. الله ومن غير النيجيري هنا، النيجيري إبراهيم توميو يسجل ثاني أهداف الزعيم. تكلم التاريخ، حضر الزعيم، سنعود فنحن التاريخ الجميل. إبراهيم توميو نعم يعرف طريق المرمى، ورأسية جميلة باغت من خلالها حسن نجم، عرضية من حسين فلاح، الرأسية والهدف الثاني للنوارس، هدف ثاني للزعيم برأسية إبراهيم. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، هذه عودة لكم لمتابعة أحداث شوط المباراة الثاني من لقاء نوروز وضيفة نادي الطلبة هنا في ملعب نوروز، هنا لحساب منافسات الجولة 12 وفي ثاني أيام هذه الجولة. التعادل السلبي يؤيم على أحداث مجريات شوط المباراة الأول. فريق نادي نوروز لم يسبق له أن تعادل سلبا في هذا الموسم فقط، نعم في بطولة الدوري نتحدث، لكن في بطولة الكاس تعادل سلبا وغادر بركلات الترجيح أمام نادي البحري، بينما نادي الطلبة تعادل سلبا مع نادي الموصل في الجولة 9 في ملعب المدينة، أيضا تعادل في مباراة أمام نادي النفط جولة الثالثة، تعادل عن المباراة متعادلا تعادل سلبي ولكن بقرار إداري تم اعتبار نادي النفط متفوقا ومنتصرا ب3 أهداف مقابل لا شيء. إذن نعود يحتفظ مدربان بالتشكيلة الأساسية بدون إضافات وتغييرات فقط. نعم محمد الحايك المحترف اللبناني من هناك قادم من نادي صفا بيروت، محمد الحايك وحسام مالك تغييرين في صفوف نادي نوروز، إضافتين، نعم تغيير وتعديل على التشكيلة من جانب المدرب ولي كريم. محمد الحايك وحسام مالك عودة على الجهة اليمنى لمصلحة عناصر فريق نادي الطلبة في وسط الميدان. هتافات أنصار فريق نادي نوروز حتى الآن عزرة مستمرة، كرة في وسط الملعب، عودة في وسط الميدان نادي الطلبة، حيازة في شوط المباراة الأول مع رغبة ووصول بدون خطورة حقيقية تذكر على مرمى الحارس هاني شاكر. الحال هو نفسه بالنسبة لنادي نوروز،
كرة في وسط الملعب، عملية التمرير في على الجهة اليمنى، ولكن متابعة حاضرة من جانب الحارس هاني شاكر. متابعة للحارس هاني شاكر في الكرة الماضية، يشكو من إصابة، يتألم في الكرة الماضية. انتظر عادل من نادي الكهرباء، هدفين هذا الموسم، مثل نادي الحدود أيضا في فترة من الفترات. هذه الكرة الماضية إصابة الحارس هاني شاكر. ألف سلامة، ألف سلامة لهاني، ألف سلامة لهاني شاكر. في الكرة الماضية يشكو من إصابة. تدخل الفريق الطبي لإسعاف الحارس هاني شاكر في هذه اللحظات. هذا هو كلاوديو مارادونا، هدفين والأفضل في الجولة الماضية. إذن أول لقاء جمع الفريقين كان في بطولة الكأس، لكن نادي الطلبة انسحب من البطولة، وتم اعتبار نادي نوروز متفوقا منتصرا ب3 أهداف مقابل لا شيء. كان اللقاء الأول 18 من نوفمبر من عام 2020 وفي دور 16 في ملعب السليمانية، وانسحب نادي الطلبة. لكن أول لقاء جمع الفريقين لحساب منافسات بطولة الدوري كان في موسم 21-22، وتحديدا في 1 يناير في أول أيام عام 2022، وفي الجولة 16 في ملعب الشعب. والانتصار كان من نصيب نادي الطلبة بهدف وقاع رمضان في الدقيقة 50. وفي الإياب حقق نادي نوروز أول انتصار، وفي ملعب السليمانية في 9 من يونيو بهدف السورستوم الذي غادر الفريق رسميا. تحدث عن اللاعب السورستوم أيضا الإضافة القوية في صفوف نادي نوروز. غادر، كرة إلى الأمام تبعد من جانب الدفاع إلى خارج أرضية الملعب. بالمناسبة غياب في صفوف نادي نوروز اللاعب أحمد إيسايا بسبب بطاقة حمراء بسبب الطرد، يغادر. كلاوديو مارادونا، كرار المختار في الكرة الماضية، من هناك يشكو من إصابة كلاوديو. كرار المختار من جديد، هذه الكرة الماضية والصدام، عملية الدعس على كف الأيسر للاعب كرار المختار، متعمدا اللاعب كلاوديو مارادونا في الكرة الماضية لم يكن متعمدا. عودة واستئناف، ومع استئناف في الوقت ومع مضي الوقت أيضا الجماهير تتوافد أكثر وأكثر، جماهير نادي نوروز. أيضا هناك من تزامن وقت المباراة مع مشاغله وأعمالهم. أيضا حضرت الجماهير بعد انتهاء نوبة الأعمال يتواجدون يحضرون ويوازرون الفريق في هذه المباراة 12 لفريق نادي نوروز. عودة في وسط الملعب، تقدم لكرار المختار، يحاول كرار في وسط الملعب، يفتش ويمرر في وسط الميدان. كرة لا زالت قائمة، تمريرة كرار المختار عن نفط الوسط نادي النفط. هذه المحطات التي مثلها كرار، تمريرة في أقصى اليمين على الجهة اليمنى بناحية كلاوديو مارادونا. مارادونا يحاول ويمرر، كرة خطيرة من جانب اللاعب محمد دلاور، غريبة من محمد دلاور، تحولت وإلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لفهد طالب. محمد دلاور حاول القائد في الكرة الماضية، قادم من نادي أربيل في موسم 2021. كرة للأمام، متابعة من جانب هاني شاكر، وعملية التأمين من جانب المدافع الصربي أوغنين بيرسيك. كرة في وسط الملعب، محمد رضا وجيفرسون باهية. جيفرسون تمرير لمصلحة لاعب حسام مالك، أيضا عنصر الخبرة. حسام مالك يلعب مباراة الثانية في هذا الموسم. كرة إلى الأمام على الجهة اليسار، عملية التمرير، محمد الحايك ينطلق ويمر، يخترق ويدخل، يمر الجول. الله 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 الله، مرت بسلام، خطيرة جدا، باختراق مميز، باختراق رائع من جانب اللاعب محمد الحايك.
انطلق اللبناني، حاول واخترق، مرر الكرة كانت سريعة بعيدة، مرت بسلام. أخطر الكرات، أول المحاولات في هذا الشوط في فصل المباراة الأول. عودة من هناك في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام على الجهة اليسرى لنادي للطلبة يحاول عن طريق فابيان لزيد إسماعيل، زيد والعودة إلى الخلف عن طريق اللاعب مويسيس أرتين. مرور رائع من جانب اللاعب محمد الحايك اللبناني. كرة إلى الأمام عند هاني شاكر، وصلت لمصلحة نادي الطلبة أو لنادي نوروز. هاني شاكر، كرة إلى الأمام تلعب أمامية في وسط الميدان، تعود من جديد. 3 مباريات جمعت الفريقين في ملعب الشعب، مباراتين في ملعب السليمانية في الدوري، واحدة في الكأس، ومباراة واحدة في استاد المدينة. عودة على اليسار، تسديد، الله الله الله. يبدو بأن الحفاظ على شباك نظيفة 4 جولات لم تكن من فراغ. نعم جاءت من مجهود فردي، من مجهود رائع ومميز يقدمه فهد طالب، ولا يعتمد فقط على الدفاعات وما يقدم الدفاع من مهام دفاعية كبيرة وقوية. يتصدى، يبعدها، عودة على اليسار، ولكن لا زالت فابيان والتمرير في وسط الملعب. عودة إلى الأمام، تمريرة وصلت على الجهة اليمنى. مباراة واحدة في ملعب نوروز، ومباراة واحدة في ملعب فرانسو حريري، ومباراة واحدة فقط في استاد المدينة. هذه المواجهات 8 التي جمعت الفريقين، وعلى الملاعب التي استضافت المباريات 8. ولكن حدثني عن التمريرة من جانب كلاوديو مارادونا، والتصويب نفس الطريقة تقريبا، والمساحة التي سجل من خلالها الهدف الثاني في مرمى نادي النفط في الجولة 10. نعم، الهدف الثاني كان وعلى هذا الملعب أيضا، ولكن فهد طالب يتصدى، فهد طالب يتألق، فهد طالب بتصدي مميز، بتصدي رائع. ومن هناك والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وعادت في وسط الميدان. نقلة أمامية لمصلحة نادي نوروز، تمرير على الجهة اليمنى، طالت الكرة وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفهد طالب، بطل الموقف الماضي والأخطر. نعم، بطل الكرة الخطيرة الماضية أيضا، رقة كلاوديو مارادونا، المصوب، المسدد، المحاول. كرة إلى الأمام، كرة في وسط الملعب، نقلة على الجهة اليسار، مصطفى محمد معا، سقوط وشكوى من إصابة. سلامة للاعب مصطفى محمد، لكن استئناف للاعب ياتي والتمرير على الجهة اليمنى في أقصى اليمين، الكرة والاستعادة لا زالت، ولكن محمد الحايك والكرة أيضا تجاوزت خط التماس، تتحول بعد ذلك إلى رمية جانبي أو ضربة مرمى، عذرا، جانب محمد منتظر عادل، والذي حاول كان متسللا في الكرة الماضية. محمد الحايك، مثل أيضا نادي سما سرحان، مثل نادي الصفا، نادي برج اللبناني، نادي العهد، وأيضا نادي التضامن. خطاب الكرة اللبنانية، كبار الأندية اللبنانية، كان لمحمد الحايك تجارب معهم مع هذه الأندية. تمرير إلى الأمام في وسط الملعب، عملية الاستعادة، كرة في وسط الميدان، تمريرة أمامية، نقلة إلى الأمام بالراس مجددا، نقلة طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي نوروز. للطلبة هي الرمية الجانبية للاعب حسين عمار.
انتصار واحد فقط للطلبة في ملعب نوروز أو في أرض نوروز، وهزيمتين وتعادل، هزيمتين وتعادل، سواء كان في ملعب السليمانية، التعادل الوحيد كان في ملعب فرانسو حريري، الخسارة في ملعب السليمانية ونوروز، وتعادل كان في ملعب السليمانية، وهو التعادل الوحيد الذي حدث بين الفريقين، تحديدا في ثالث مباراة جمعت الفريقين في فرانسو حريري. في فرانسو حريري كان التعادل الوحيد الذي حدث بين الفريقين. عودة إلى الأمام، سجل لفريق نادي الطلبة مرتضى علي، وسجل لنوروز روان تيريز. كرة الآن عودة في وسط الملعب، عملية التمرير، نقلة في وسط الميدان، عملية الاستلام لمصلحة مصطفى محمد مزهر والتمرير، الكرة من هناك وصلت على اليمين، متابعة والاستلام، المحاولة عرضية والتصويب. نعم، فضل التصويب، فضل التسجيل، فضل التدوين، ولكن يتصدى هاني، يتصدى شاكر، حولها إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الطلبة. الأنيق من هناك يحاول ويخطر المرمى ويصل ويصوب ويحذر، والتصدي والتألق يأتي. أي تصدي، أي تألق يأتي من جانب حارس المرمى في الكرة الماضية. عودة تصدي يأتي من جانب الحارس، إبعاد من جانب جيفرسون، باهية جيفرسون وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية ترسل عالية طبعا، خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة كانت الكرة الماضية، ولكن في الشباك الماضية من جانب اللاعب، نعم في الشباك الجانبية الكرة الماضية من جانب اللاعب كرار محمد. كرار يحاول، كرار يصوب، ومن هناك المدرب الإيراني علي رضا مدرب صيف الكأس مع نادي نفط طهران، صيف دوري المحترفين مع نادي الاستقلال في موسم 2017، لكن كلاعب أيضا كانت له إنجازات، ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية مع المنتخب الإيراني في 98، الدوري الإيراني مرتين مع فريق نادي الاستقلال، والوصيف دوري أبطال آسيا 98 99، بطولة الكأس أيضا مرتين مع نادي الاستقلال. عودة على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام، محمد مزهر يتقدم، عرضية، عملية الاستلام للراس، التامين والاستلام، المحاولة والعرضية لا زالت قائمة، والتدخل من جانب الحارس هاني شاكر، يتدخل هاني شاكر، يتألق هاني شاكر في الكرة الماضية. كرة لا زالت قائمة حتى الآن التمرير، عملية الاستلام، كرار محمد، نقلة على جهة اليمين من جانب حسين عمار والاستلام، المحاولة والمرور، التسديدة، ولكنها مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك إلى ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى، له أبرز إنجاز المدرب علي رضا من سوريان هو التواجد في قائمة منتخب إيران في مونديال 98. بطاقة صفراء كلاوديو مارادونا يتحصل على البطاقة الصفراء، وهي الثالثة هذا الموسم التي يتحصل عليها اللاعب كلاوديو مارادونا. هذه التصويبة والمحاولة، الكرة الماضية أيضا من جانب مصدر الخطر منتظر عادل، أكثر وصولا إلى المرمى وخطورة. خطورة أيضا حسين غادر، وأيضا اللاعب حسن عاشور أيضا ترك مكانه للاعب محمد حايك. تمريرة على اليسار، محاولة وتقدم، محاولة العرضية، ولكن متابعة حاضرة كانت من جانب الدفاعات، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وعملية الاستلام، عملية المحاولة من جانب كلاوديو مارادونا، يتحصل بذكاء ودهاء على رمية جانبية، ولكريم
هناك مدرب وخامس المدربين الذين أشرفوا على نادي نوروز، على تدريب نادي نوروز، السوري نزار محروس، البرازيلي جورفان فييرا، والسويدي ياسين أراس، وقحطان شثير هو ثاني مدرب عراقي يدرب ويشرف على تدريب نادي نوروز. إذن عودة في وسط الملعب، حاولت التقدم، تمرير في وسط الميدان، فابيان والنقل، فابيان وعملية الاستلام من جانب اللاعب كرار مختار. مدرب ولي كريم درب الكهرباء، درب النجف. كرة في وسط الملعب، مناسبة واجه نادي الطلبة الموسم الماضي مع فريقين مختلفين. الجولة 15 مع نادي الكهرباء خسر أمام الطلبة 2-1. في الجولة 38 والأخيرة في 3 من يوليو كان مدربا لنادي النجف، حقق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء على حساب نادي الطلبة. كرة في وسط الملعب، نقلة على جهة اليسار، فابيان والتمرير، زيد اسماعيل، نقلة أمامية متابعة من جانب دفاعات نوروز والعودة، نوروز وإلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، نقلة إلى الأمام على جهة اليمنى، والمتابعة الحاضرة من جانب فريق نادي الطلبة. موسي سارتين أبعدها ولكن استعادة من جانب كلاوديو مارادونا، ولكن صافرة، خطأ لفابيان. بطاقة صفراء للاعب مرتضى هديب، حصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. هذا التدخل في الكرة الماضي، ثاني بطاقة صفراء تحصل عليها مرتضى هديب، 10 مباريات في هذا الموسم. يتدخل مرتضى هديب إذا في الكرة الماضي وعملية العرقلة. كلاوديو هو من تحصل على البطاقة الصفراء، كلاوديو مارادونا لاعب مرتضى هديب، إذن هو من تحصل على البطاقة. قادم من نادي كهرباء مثل النجف ونفط ميسان. كرة إلى الأمام، فابيان محاولة مراوغة، متابعة في وسط الملعب، كرة أمامية، عودة لمصلحة نادي نوروز، تمريرة في أقصى اليمين، عملية الاستلام والاستعادة من جانب كلاوديو، ولكن مصطفى ومايسيس وفابيان والتقدم إلى الأمام، عملية التمرير والاستعادة والقطع للكرة في وسط الميدان، محاولة استعادة تمرير وسط الميدان من جديد، عودة على جهة اليمنى، نقلة لمصلحة نادي نوروز، نقلة إلى الأمام، متابعة ولكن الدفاع يقطع الكرة وإلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب حسين عامر، قطعها حسين وإلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة في اللقطة الماضية إلى رمية جانبية. فهد طالب، مسيرة مميزة لفهد، مسيرة رائعة لفهد مع القوة الجوية أيضا، والطلبة والزوراء والاحتراف مع نفط عبادان. كرة من هناك في الملاعب الإيرانية، عودة لا زالت قائمة حول هذه الكرة إلى خارج أرضية الميدان، حول دفاعات فريق نادي نوروز ودفاعات نادي الطلبة إلى خارج أرضية الملعب. كرة بالراس ومحاولة وتصويب خارج أرضية الملعب. كرة من جديد، أيسيس أرتين في وسط الميدان، عودة لنادي الطلبة، مايسيس من جديد، نقلات مستمرة، كرة أمامية تلعب إلى الأمام، محاولات مستمرة يفتقدها واستعادة في وسط الميدان من جانب محمد رضا أيضا خطوات مميزة لمحمد رضا خاصة مع نادي الزوراء، مثل أيضا قوة جوية، مثل الطلبة في موسم 2015 وحتى موسم 2017، مثل نادي النفط، أيضا
احترف في الملاعب الإيرانية من بوابة نادي صناعة نفط عبادان. اختطفها الطالبة، كرة إلى الأمام، انطلاق على اليسار، وصلت الكرة، نقلت، سلبت، محاولة الدخول، المراوغة بمراوغات البرازيليين بستايل الأوباس البرازيلي. نعم، هذه ما تسمى حركة المروحة، يتميز هذه المهارة يتميز بها لاعبو الكرة البرازيلية. واني كريم لاعب للجيش سيروان طلب الخطوط والجوية النفط مثل منتخب الشباب والمنتخب الوطني، الاحتراف في الملاعب التونسية من بوابة نادي فلاند، في الملاعب الجزائرية من بوابة نادي مولدية الجزائر ونادي جبل تبسة ونادي باتنا. درب الكهرباء والنجف. هذه المرحلة الثانية التي يقود فيها ولي كريم نادي نوروز. درب الفريق في موسم 22-23. عود الفريق خلفا للمدرب السويدي ياسين أراس. 7 مباريات لولي كريم، انتصارين فقط، تعادل 1 فقط، و3 هزائم. 6 مباريات في الدوري، مباراة واحدة بالكأس. كانت الخسارة أمام البحر، كرة خطيرة، مرت خطيرة لنادي نوروز، مرت بسلام على نادي الطلبة. هذا خطير، هذا نيتو أكارا، هذا البرازيل بأول ظهور، بأخطر ظهور لهذا اللاعب، ويسجل الخطورة والمحاولات. مرت أيضا عن طريق اللاعب مرتضى هديب لخارج أرضية الملعب. كرة مرتضى هديب هي التي مرت، هي التي لعبت بضربة رأسية، والعودة بعد ذلك لمصلحة نادي الطلب. كرة في وسط الميدان، مايسيس أرتين أمامية تلعب من جانب زيد، نقلة مصطفى محمد، ترك لي كرار محمد، نقلة في وسط الميدان لزيد، زيد ينقلها على الجهة اليمنى. تعادل، ربما هو التعادل الأول حتى الآن سلبي بين الفريقين في إحصائيات المواجهات المباشرة، في الأرقام على مستوى المواجهات المباشرة، والتعادل السلبي. الإكوادوري فابيانو غادر في هذه اللحظات في تغيير يد به المدرب علي رضا. لاعب علي سعد من اللاعبين الشباب، علي سعد شارك في هذه اللحظات، قادم من نادي الغراف. كرة في وسط الميدان، عودة من جديد لمصلحة نادي نوروز، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. مباراة القادمة لنادي الطلبة سيواجه فريق نادي الميناء، سيستضيف الميناء 19 من يناير يوم الاثنين القادم في ملعب المدينة. حين نادي نوروز ينزل ضيفا على نادي القاسم في يوم الأحد القادم. إصابة للاعب الكرة الماضية، اللقطة الماضية. حسين عمار، ألف سلامة لحسين عمار في هذه اللحظات، يشكو من إصابة، يعترض على قرار الحكم، غير راضي تماما. اللاعب الذي مثل نادي نفط البصرة من قبل. بينما جماهير نوروز حتى الآن اللاعب رقم 12 والمؤازرة المستمرة
في مدرجات ملعب اللقاء في لحظات هطول الأمطار. أول محطة احترافية للمدرب علي رضا كمدرب، تحدث مسيرته كمدرب وكلاعب احترف من قبل في ملاعب سنغافورة، في الملاعب الألمانية أيضا كانت له فرصة ومحطة وتجربة. جيمرسون باهية، رمية جانبية من هناك، ولكن حتى الآن مباراة محمد صلاح يعلن عن استئناف اللعب، ينتظر ولكن الآن يعطي الضوء الأخضر لمتابعة اللعب. بالمناسبة محمد صلاح الموسم الماضي 9 مباريات، 39 بطاقة صفراء، بطاقتين حمراء وركلتي جزاء. الموسم الماضي أدار مباراة واحدة للطلبة كانت أمام نادي النفط، وانتصار الطلبة كان حاضر بهدف وحيد في الجولة 16، ومباراة واحدة لنادي نوروز في الموسم الماضي أدارها الحكم محمد صلاح كانت أمام نادي زوراء في الجولة 20، وكان الانتصار أو التعادل حاضرا بهدف لكل فريق. المباراة التي شهدت طرد اللاعب راستيكوف فريق من نادي نوروز. كرة وتمريرة موسيس أرتين، أداء رائع قدم اليوم موسيس أرتين. عودة مصطفى محمد معان في وسط الميدان، محمد مزهر تمرير ونقلات بينه وبين زيد اسماعيل في وسط الملعب. عملية التمرير على الجهة اليمنى باتجاه علي سعد والانطلاق إلى الأمام عن طريق اللاعب الذي يحاول حسين عمار. حسين والتمرير والعرضية والرأسية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك تصل إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي نوروز. رأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب سيف رشيد يحاول مثل نادي القاسم أمانة بغداد، القوى الجوية والديوانية ونوروز. مثل نادي نوروز في موسم 22-23 كانت له تجربة أيضا مع نادي نوروز. كرة في وسط الملعب، جماهير من هناك تتحدى الطقس الممطر والبارد وتحضر لمؤازرة الفريق، فحرارة المباراة هي من تضفي الجماهير حرارة هذه المواجهة والرتم السريع والمتسارع. حتى الآن في آخر ربع ساعة هي من تسيطر على أحداث ومجريات هذا اللقاء. تمرير على الأمام من راس تبعد في وسط الملعب لكرار محمد والنقلة في وسط الميدان. محاولة المرور من جانب علي سعد والاعتراض من جانب مرتضى ديب والاستعادة من جانب لاعب زيد اسماعيل والانطلاق لحسين عمار على الجهة اليمنى والتمرير، عملية الاستلام، المراوغة، القطع والاستعادة والنقل على الجهة اليسار إلى الأمام. المحاولة لنوروز جانب اللاعب مرتضى لجيبرسون باهية، جيبرسون في وسط الميدان. عودة إلى الأمام، لا زالت قائمة حتى الآن لحوزة فريق نادي الطلبة. يحاول الأنيق عن طريق محمد مزهر والنقل والتمرير، ولكن تقطع الكرة وتعود من جديد في وسط الميدان. عودة على الجهة اليسار، عملية الاستلام لمصطفى معا، مصطفى إلى الأمام، مصطفى والتمرير في أقصى اليمين. المحاولة النقلة في وسط الميدان والإبعاد في وسط الملعب وإلى خارج أرضية الملعب. نادي الطلبة بالتأكيد جماهير عطش لمعانقة اللقب، تشتاق لمعانقة اللقب. آخر الألقاب موسم 2001-2002 بقيادة ثائر أحمد، بس ألقاب دوري لفريق نادي الطلبة، هو رابع الأندية في دور النجوم الأكثر حصولا على لقب الدوري. موسم 80-81 بقيادة عمو بابا، موسم 81-82 بقيادة جمال صالح، موسم 85-86 بقيادة يحيى علوان، موسم 92-93 بقيادة أيوب أوديشو،
موسم 2001-2002 آخر المواسم بقيادة ثائر أحمد. التتويج موسم 2001-2002 91 نقطة، 29 انتصار، 4 تعادلات، 5 هزائم، سجل 89 هدف واستقبل 18 بفارق 6 نقاط عن القوة الجوية الملاحق. وهو العام أو الموسم ذات الذي توج فيه طلب بطلا للكأس بهدف قصي هاشم على الشرطة، وأيضا توج بالسوبر بثنائية فوزي عبد السادة على حساب القوة الجوية، الثنائية القاتلة 30 أغسطس من عام 2002. إصابة لمرتضى ديب في هذه اللحظات، يشكو من إصابة، يسقط أرضا، يتدخل الفريق الطبي إسعاف اللاعب مرتضى. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، توجيهات مستمرة من جانب المدرب علي رضا، المدرب علي رضا منصوريان النجم المونديالي السابق للمنتخب الإيراني. يغادر مرتضى، ومن هناك تغيير اضطراري السيد ولي كريم، لاعب علي خليل أو علي حسين، اللاعب علي حسين عنبر الإضافة الجديدة لهذا اللاعب علي حسين عنبر الذي مثل أندية كربلاء ومثل أيضا نادي النجف. شاب وطموح ونشط جيد جدا لاعب علي حسين عنبر. شارك في أول ظهور ضمن الأسماء الانتدابات والصفقات التي أبرمها فريق نادي نوروز لحساب الانتقالات الشتوية. عودة من جديد في وسط الملعب، نقل على جهته اليسار، تقدم إلى الأمام، دفاعات نادي نوروز متابعة ومرابطة في الكرة الماضية. نادي نوروز 8 مرات تأخر في النتيجة هذا الموسم، مرة واحدة تعادل وخسر 7 مرات. حين نادي الطلبة 3 مرات تأخر في النتيجة، مرة تعادل ومرتين خسر، ومن هناك يحاول ولكن طالت الكرة وعادت. 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي، 10 دقائق متبقية على نهاية أحداث هذا اللقاء. ولي كريم والنظر والمتابعة في هذه اللحظات، تعادلين، ربما هذا التعادل الثاني، ربما هذا التعادل الثاني لولي كريم سيأتي في هذه اللحظات. تعادل نادي نوروز الوحيد في هذا الموسم كان مع نادي الميناء في الجولة التاسعة. في آخر مباراة استقبل فيها نادي نوروز الأهداف، مباراتين على توالي بالشباك النظيفة. كرة تلعب خطيرة، محاولة تسديده، نعم الهدف الأول للأنيق، وحى الصفر لمصلحة زيد إسماعيل، وحى الصفر لمصلحة الطلبة في اللحظات التي كنا نتحدث بها عن صمود فريق نادي نوروز، كنا نتحدث بها نعم عن صمود ونظافة شباك نادي نوروز. في آخر جولتين زيد إسماعيل يظهر ويصوب ويسدد ويسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، الهدف الأول في هذا اللقاء وهدف الثاني هذا الموسم. زيد إسماعيل يدون بتمريرة ذكية كانت التمريرة من جانب مصطفى محمد، والمتابعة والتصويب من جانب اللاعب زيد إسماعيل، تصدى لها الحارس هاني شاكر، ولكنها كانت قوية، كانت صعبة،
كانت نعم معقدة على الحارس هاني شاكر لتقتحم في النهاية شباك فريق نادي نوروز وتدون أول أهداف اللقاء لنادي الطلبة. 1-0 في هذه اللحظات لنادي الطلبة. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، في هذه الدقائق في هذه اللحظات نادي الطلبة 7 مرات تقدم في النتيجة، تقدم نعم 7 مرات، فاز مرة، فاز 6 مرات وخسر مرة واحدة. بينما نادي نوروز 8 مرات تأخر في النتيجة، هذه المرة التاسعة، مرة واحدة عاد وتعادل وخسر 7 مرات. عودة من جديد، محاولة من هناك لنادي نوروز، المحاولات المستمرة. الطلبة من هناك للحفاظ على هذا التقدم، يتقدم إلى الأمام ويحاول ويبحث، وأمامية وصلت لمصلحة الطلبة عملية التمرير، ولكن متابعة من جانب جيفرسون باهية، والعودة بعد ذلك لصافرة وخطأ على فريق نادي الطلبة. بطاقة صفراء في هذه اللحظات على اللاعب منتظر عادل يرتكب مخالفة، حصل على البطاقة الصفراء الأولى هذا الموسم لهذا اللاعب. كرة أمامية عادت من جديد لمصلحة نادي نوروز، كرة أمامية. سجل نادي الطلبة 5 أهداف شوط المباراة الأول، وسجل 8 أهداف في شوط المباراة الثاني. نعم الشوط الثاني هو الشوط الأنيق، حين نادي نوروز استقبل 10 أهداف في شوط المباراة الثاني، واستقبل في الشوط الأول 8 أهداف. هذا دليل على أغلب الأهداف التي تستقبل دفاعات أو يستقبلها نادي نوروز كانت في شوط المباراة الثاني. طلبة سجل 8 أهداف، هذا التاسع. كرة أمامية تلعب في وسط الملعب في 5 دقائق أخيرة، في 5 دقائق أخيرة من شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام. والوقت الأخير المناسب على مستوى المواجهات المباشرة. نتيجة 1-0 هي الأكثر تكرارا، 4 مرات حدثت، مرتين لكل فريق، مرتين انتصر الفريقين طبعا بنتيجة 1-0. نتيجة 2-1 حدثت مرتين كانت للطلبة، 3-1 أكبر انتصار مرة واحدة كان لمصلحة نادي الطلبة. سيف رشيد، النظرات الجوش أكودوجي رفقة محمد مزهر. لحظات مشاهدينا الكرام صعبة جدا على جماهير نوروز التي يحدث ما لم يكن متوقع، ما لم يكن بالحسبان. نعم كانت هناك رغبة وخطورة من جانب عناصر نادي الطلبة، ولكن ليس بهذا الوقت. بالتأكيد يصعقون بهدف بالأوقات الأخيرة، بهدف يأتي بالأوقات القاتلة. عودة إلى الخلف، نقلات مستمرة، عملية التمرير، مصطفى معان، ولكن نوروز بأنصاره، نوروز بجماهيره، نوروز بأسماء، بمحترفيه، بنجومه، بكلاوديو أوليفيرا أفضل لاعب في الجولة الماضية. عودة من جانب علي سعد إلى الأمام، تلعب في وسط الميدان، عملية الاستلام، فقدان للكرة واستعادة من جانب نادي نوروز والتمرير من جانب ماسيك، نقلة للاعب محمد رضا والتمرير في أقصى اليمين، عملية الاستلام من جانب محمد دلاور والنقلة، دلاور والكرة من هناك والضغط من جانب الدفاع، تمريرة أمامية، متابعة حاضرة تبعد من جانب الدفاع، عملية الاستلام والتقدم إلى الأمام من جانب سيف رشيد، سيف يحاول، سيف والدوران، سيف والتمرير للاعب علي سعد بعد ذلك تصل وتلعب للاعب زيد إسماعيل.
زيد اسماعيل نقله على جهة اليسار، الى الامام تلعب جانب نادي الطلبة، يستحوذ ويسيطر ويقتل الوقت بالاستحواذ وبالحيازة وبالخبرة. كرة الى الامام من جانب محمد مزهر، انطلق سريعا، حاول ومرر، انطلق في وسط الميدان ناحية اللاعب كرار المختار، وصلت لمنتظر عادل، منتظر يبحث ويفتش، نقلة من جديد باتجاه اللاعب كرار محمد، يحاول كرار، يراوغ كرار، يمرر عملية الاستلام، التقدم، المحاولة والتسديد. خطيرة كانت من كرار، من اللاعب علي سعد. نعم علي سعد الوافد الجديد، عودة لا زالت من جديد للاعب علي ولزيد، والتصويبة، ولكن يتصدى الحارس هاني شاكر، يتألق هاني، والعودة لا زالت الكرة بحوزة نادي نوروز، ينطلق ويحاول عن طريق اللاعب محمد حايك على حسين عنبر في وسط الميدان لمحمد رضا، محمد رضا والتمرير على الجهة اليمنى باتجاه اللاعب أكادوجي، نقلة في وسط الميدان من جديد عن طريق اللاعب علي حسين عنبر، جيفرسون باهية، محمد رضا والاستلام، محمد رضا والمحاولة والتقدم إلى الأمام، يحاول نقلة على الجهة اليمنى، متابعة من جانب الدفاع، عودة في وسط الميدان، نقلة من جانب عناصر نادي الطلبة، يحاول 5 المباريات بشباك نظيفة، 4 انتصارات وتعادل 1. نادي نوروز ثالث مرة يخسر بنتيجة 1-0. الجولة السادسة أمام أربيل في هذا الملعب، الجولة الثامنة في هذا الملعب أيضا أمام أمانة بغداد. علي خليل يشارك مدينة للاعب أوجين مارسيك، ومن هناك اللاعب حميد الطائي، حميد رشيد يشارك في هذه اللحظات. ثالث مباريات حميد هذا الموسم، سجود شكر من جانب سيف رشيد على انتصار صعب، على انتصار ثمين جدا لمصلحة نادي الطلبة، يفتش من خلاله عن الارتقاء في جدول الترتيب بانتظار المباريات البقية، بانتظار ما سيحدث، ما ستؤول إليه الأرقام والجدول الترتيب. الآن نادي الطلبة بالمركز الخامس، كرة ونقلة على جهة اليسار، عملية الاستلام من جانب محمد مزهر إلى الأمام، يحاول يراوغ ويمرر باتجاه اللاعب علي سعد لحميد رشيد ولمحمد مزهر من جديد، عملية النقل المستمرة نعم للكرات. زيد إسماعيل بهدف ثمين يدون يسجل بعد تسجيل هدف من قبل، هذا الهدف الثاني، كرة إلى الأمام، سجل في الجولة الأولى في مرمى زاخ في ملعب المدينة، بعدها غاب عن التسجيل زيد إسماعيل حتى ظهر، حتى عاد، حتى سجل بعد غياب عن التسجيل. 10 جولات، كرة أمامية عادت في وسط الميدان، 5 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، وسيستثمرها نادي نوروز للعودة للتعديل. محمد مزهر ورفاقه سيستمرون بتقديم أفضل العروض وبحصد نقاط المباراة وبحصد هذا الانتصار. عودة وتمرير على الجهة اليسرى، نقلة إلى الأمام، محاولة محمد مزهر لكرار محمد، كرار يحاول، كرار ينطلق يفتقدها، عودة من جديد، كرار محمد في وسط الميدان، عملية النقل والتمرير، زيد إسماعيل يحاول، انتصار لنادي الطلبة بهدف وحيد يعود للموسم قبل الماضي في ملعب الشعب، وبهدف كرار المختار من علامة الجزاء في الدقيقة 6 حصد فريق نادي الطلبة الانتصار نعم قبل الأخير. عودة على اليسار، محاولة للمرور من جانب اللاعب منتظر عادل، لكن حالة تسلل
في الكرة الماضية على منتظر عادل نعمة، كان متسللا في الكرة الماضية. طلبة سجل في السليمانية وأرض نوروز هدفين فقط، هذا الهدف الثالث. نعم، فريق نادي نوروز أمام الطلبة دفاع قوي وصعب تغلب في هذا الملعب. لم يحقق نوروز الفوز في العاصمة بغداد. انتصار نوروز كانت طبعا في السليمانية، انتصار واحد فقط للطلبة في أرض نوروز، وهزيمتين وتعادل. التعادل الوحيد كان في ملعب فرنسا وحرير. طلبة بادر بالتسجيل 4 مرات وتقدم نوروز 4 مرات، وهذه المرة الخامسة التي يبادر بها فريق نادي الطلبة بإدراك هدف الأسبقية. في كل مرة لاحظ حبيبي وعزيزي المشاهد، في كل مرة يتقدم فيها نادي الطلبة في المباراة لا يخسر. مرة واحدة تعادل، والمباريات الباقية التي تقدم بها فريق نادي الطلبة حقق فيها الانتصار. نادي نوروز مرة واحدة تمكن من إدراك هدف التعادل، مرة واحدة أدرك التعادل وحقق الانتصار مرتين. نوروز تقدم وخسر. كرة في وسط الملعب، محمد رضا وكرة ثابتة تحمل آمال الأنصار والمشجعين الحاضرين في مدرجات ملعب نوروز. عودة في وسط الميدان، انطلاقة كونتر اتاك سريع لمصلحة الأنيق، عودة من هناك في وسط الملعب، عملية التمرير، نقل على الجهة اليمنى والاستعادة والقطع. وفي وسط الميدان وصلت، عادت، نقلت، مررت على اليسار، محاولة لنادي نوروز، محاولة، الكرة طالت على الجهة اليسار، عرضية تبعد من جانب الدفاع. عودة لا زالت قائمة حتى الآن، محاولة للعرضية ولكن الدفاع يتصدى، يبعد، يمرر، عودة من جانب محمد مزهر يرابط نادي الطلبة حتى هذه اللحظة. عودة في وسط الميدان، منتظر عادل، علي يوسف يشارك في هذه اللحظات، العائد من الإصابة علي يوسف، أول مشاركة هذا الموسم، أول مشاركة لعلي يوسف هذا الموسم، قادم من نادي الزوراء. يغادر اللاعب منتظر عادل، قدم أداء رائعا. شارك الآن علي يوسف، خطات مميزة، رفقة القوة الجوية والزوراء والشرطة والطلبة. أقطاب الكرات العراقية مثلها اللاعب علي يوسف، وأيضا الاحتراف في الملاعب الإيرانية مع نادي صناعة نفط عبادان. كرة عادت من هناك لحالة تسلل على علي يوسف، يعود وبأول لمسات وأول دقائق اللعب من جانب اللاعب علي يوسف، عودة للأمام، تبعث في وسط الميدان. ومن هناك مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، صافرة حكم المباراة محمد صلاح تعلن عن نهاية هذا اللقاء بمتابعة وسلسلة مستمرة من خلالها يحصد الطلبة الانتصار الرابع من أصل 5 مباريات بدون هزيمة. مشاهدينا الكرام، هارد لك لنوروز وجماهيره، ومبارك للطلبة وأنصاره. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.